ازيكم عاملين ايه اخوات وحبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه اقول لكم على خلطه جميله جدا هتعمليها للقرنبيط، وكمان ممكن لاول مره تكوني بتشوفيها. تمام، معايا كده 3 بيضات، وكمان جبنه رومي مبشوره ناعم جدا، ودقيق، وكمان معايا كزبره خضراء وعليها شويه شبت وشويه بقدونس عشان بيدي طعم حلو جدا للقرنبيط. تمام، والكمون بقى والفلفل الاسود وشويه شطه. هنا معايا 3 حبات من البيض، عملتهم كده وهعملهم كويس جدا، هضربهم كويس جدا بالمضرب العادي، وهنزل عليهم بقى بالدقيق. تمام، وهفضل اقلب تقليب مستمر كده لمدة 5 دقايق علشان كل التكتلات اللي موجودة في الدقيق تفك معاكي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هزود شوية مية علشان تفك بسرعة معاكي. اللي اول مرة يا جماعة يشوف قناتي هينزل بقى يشترك في قناتي ويفعل زرار الجرس عشان يوصلكم اشعارات بالحاجات اللي بنزلها، وان شاء الله برضو استنونا فيديوهات كتيرة جدا. وابتديت اقلب كده زي ما انتوا شايفين لمدة 5 دقايق. وبكده الدقيق فك معايا خالص زي ما انتوا شايفين كده. هنزل كده بالجبنة الرومي، وكمان الجبنة الرومي تكون مبشورة ناعم جدا زي ما انتوا شايفين. هنا فصين من الثوم مهروسين كويس جدا، ونزلت كده بالبهارات بتاعتي، كمون وفلفل اسود وملح وشطة. نزلت بقى باخر حاجة كده الكزبرة الخضراء بتاعتي، وهقلب بقى كويس جدا. طبعا هجهز بقى الزيت يكون كتير كده في الطاسة بتاعتي، وتسيبيه يسخن كويس جدا قبل ما تحط القرنبيط فيه. تمام، هحط بقى القرنبيط بتاعي في الخلطة بتاعتي كده عشان يتشرب كويس جدا من الخلطة. طريقة جميلة جدا، جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا يا جماعة. طالع بقى مقرمش كده، ومش عايزة اقول لكم على ريحته وطعمه ما شاء الله. بألف هنا وشفا على قلوبكم. اتفضلوا معانا بقى يا احلى فانس في الدنيا. باي باي.